في أجواء مليئة بالحماس والترقب، وصلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمة من الجزائر على متن رحلة مباشرة لشركة الطيران التونسية نوفيل إير. المنتخب الجزائري حضر بقيادة رئيس الاتحاد وليد صادي رفقة الطاقم التقني والإداري، حيث كان في استقبالهم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طارق نجم، إلى جانب عدد من المسؤولين المغاربة. المواجهة المرتقبة بين الجزائر وغينيا ستجرى غدا الاثنين على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بسبب غياب ملعب معتمد لاستضافة المباريات الدولية في غينيا. ولم يتأخر أنصار المنتخب الجزائري في السفر إلى المغرب، حيث حضروا بأعداد كبيرة صباح اليوم لدعم الخضر ومساندتهم في هذا اللقاء الحاسم ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. إنها مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، والجماهير تنتظر أداء بطوليا يليق بتاريخ الجزائر في القارة السمراء.